السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي العام والأزهري. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات للمرحلة الثانوية. إن شاء الله مستمرين معكم في المراجعة النهائية لرياضيات للمرحلة الثانوية، والنهاردة إن شاء الله معانا امتحان تطبيقات الرياضيات محافظة الشرقية تانية ثانوي الترم الأول. هنحل مع بعض إن شاء الله الجزء الثاني. كنا حلينا في فيديو سابق الجزء الأول من 1 ل 15. النهاردة إن شاء الله هنحل الجزء الثاني من 16 ل 30. ولو أنت عايز توصل للفيديوهات السابقة هتلاقيها في صندوق الوصف بتاع الفيديو ده. قبل ما نبدأ في حل الامتحان بتاعنا، لو أنت لسه جديد معانا أو مش مشترك في القناة فاشترك وكمان فعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة والحصرية، ونوصل مع بعض إن شاء الله لأعلى المستويات والدرجة النهائية. يلا بينا نشوف الحل بتاعنا. المسألة رقم 16 بيقول لي المستقيمان المتخالفان هما المستقيمان اللذان. مستقيمان متخالفان لا يتقاطعان، تمام، لا يتقاطعان دي إجابة صحيحة. لا يتعامدان، لا. لا يتوازيان، يبقى لا يتعامدان لا، ممكن يكونوا متخالفان متعامدان. لا يتوازيان، تمام، مستقيمان متخالفان مش متوازيان. يبقى كده هنلاحظ ان احنا جمعنا ألف وجيم مع بعض اللي هي لا يتقاطعان ولا يتوازيان، يبقى دي كده الإجابة الأعم، وبكده يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى هي رقم رقم د. المسألة رقم 17 بيقول لي قوتان متعامدتان مقدارهما 12 و5. يبقى أنا عندي قاف واحد تساوي 12 وقاف 2 تساوي 5، تؤثران في نقطة فإن مقدار محصلتهما. طالما القوتان متعامدتان يا شباب يبقى المحصلة بتساوي الجذر التربيعي لقاف واحد تربيع زائد قاف 2 تربيع، تبقى الجذر التربيعي ل12 تربيع زائد 5 تربيع. بالآلة الحاسبة هتطلع معانا 13، ويبقى الاختيار بتاعي هو الاختيار رقم رقم ج. المسألة رقم 18 بيقول لي في الشكل المقابل القوة مقدرة بالنيوتن، فإن قاف واحد وقاف 2 على الترتيب أو كزوج مرتب. طبعا هنا يا شباب ملاحظين إن هما قوتين متعامدتين، عايزين نحلل المية دي. المية دي هنحللها إزاي؟ إحنا دايما بنقول طالما هما مركبتين متعامدتين يبقى إيه اللي جنب الزاوية جتا والبعيدة جا، بمعنى إن أنا هقول قاف واحد يبقى 100 جتا 60، هنحسبها هتطلع ب50 نيوتن. والبعيدة اللي هي قاف 2 هتبقى 100 جا 60، هنحسبها هتطلع ب50 جذر 3. نركز في الترتيب اللي هو مديهولي، وعايز قاف واحد وقاف 2، يبقى 50 الأول وبعد كده 50 جذر 3. ندور الإجابة رقم ألف هي الإجابة الصحيحة. المسألة رقم 19 بيقول لي ثلاث قوى مستوية مقاديرها 5 و10 و4 جذر 7 نيوتن تؤثر في نقطة مادية، فإذا كان قياس الزاوية بين القوتين الأولى والثانية. يبقى الزاوية بين الأولى والثانية الزاوية 60 بين الأولى والثانية، فإن القيمة العظمى لمحصلة القوى الثلاث. الفكرة هنا يا شباب إن إحنا عندنا في قوتين بيناتهم زاوية، هنقدر نجيب محصلتهم. هنسميها مثلا ح أو ح واحد 2، يعني بتاع القوة الأولى والثانية. هتبقى الجذر التربيعي 5 تربيع زائد 10 تربيع زائد 2 في 5 في 10 جتا 60. هنحسب الحسبة دي كده بالآلة الحاسبة. بعد ما كتبناها على الآلة الحاسبة وتأكدنا إن احنا كاتبينها مظبوط، هنبدأ نضغط يساوي، فطلع معايا 5 جذر 5 جذر 7. يبقى كده محصلة القوتين 5 جذر 7. فإن القيمة العظمى لمحصلة القوى الثلاث، احنا عايزين القيمة العظمى. القيمة العظمى هتبقى عبارة عن محصلة القوتين دول وهما في اتجاه واحد، القوتين القوة الجديدة دي والقوة التالتة اللي هي 4 جذر 3. هتبقى 5 جذر 7 4 جذر 7، هتبقى 5 جذر 7 زائد 4 جذر 7، هتطلع معايا 9 جذر 7. دي كده اللي هي أكبر محصلة. الاختيار رقم رقم ج.
لو قال لي أصغر محصلة كنا هنطرحهم وكانت هتطلع 1 جذر إيه؟ جذر 7. المسألة رقم 20 بيقول لي مركز الدايرة س تربيع زائد ص تربيع ناقص 6 س زائد 8 ص بتساوي 0 هو النقطة. بنجيب المركز ازاي يا شباب؟ سالب نص معامل س وسالب نص معامل ص، يعني سالب 6 على سالب 2 8 على سالب 2. هنبدأ نختصر الكلام ده، هيطلع 3 وسالب 4، ويبقى كده الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ألف. النقطة رقم 21 بيقول لي في الشكل المقابل جسم وزنه 18 نيوتن على مستوى ماء الأملس يميل على الأفق بزاوية 30. الزاوية دي 30، طبعا انتوا عارفين ان دي 90 أفق ورأسي، يبقى دي كده 60، دي 120 من الزاوية المستقيمة، دي 90، دي 90. يبقى كده نقدر نطبق قاعدة ايه؟ لامي. فهنقول قاف على جا 90 و60 يبقى 150 تساوي رد الفعل على جا 120 تساوي الوزن اللي هو 18 على جا 90. بعد ما كتبنا قاعدة لامي أنا عايز ق زائد ر، فقدامي حل من الاتنين، يا إما أجيب ق ور وبعد كده أجمعهم، يا إما أستخدم خواص التناسب سريعا كده ونقول له ق زائد ر. أما نجمع البسط بتاع الأولى والتانية يبقى هنجمع المقام بتاعهم، يبقى جا 150 زائد جا 120 تساوي 18 على جا 90. وبكده هنقدر نجيب ق زائد ر في مرة واحدة وبحسبة واحدة. 18 نفتح قوس جا 150 زائد جا 120 وفي المقام جا 90. نجيب الآلة الحاسبة ونبدأ نكتب كده شرطة كسر 18 نفتح قوس جا اللي هي ساين 150 زائد، نقفل القوس بتاع 150 الأول، زائد ساين 120 ونقفل القوس أول مرة بتاع الزاوية، تاني مرة بتاع المقدار ككل، وتحت في المقام ساين اللي هي جا 90 ونقفل القوس ونقول له يساوي. طلع معايا 9 زائد 9 جذر 3. يبقى كده الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د. المسألة رقم 22 بيقول لي مصباح وزنه 280 معلق في نهاية خيط اتزن بتأثير قوة عمودية على الخيط عندما يميل الخيط على الرأس بزاوية قياسها 60. طيب أنا عندي آدي السقف بتاعنا فيه مصباح متعلق بالشكل ده كده، أنا هأثر عليه بقوة عمودية فهيتحرك، فاحنا الرسمة في وضعها النهائي هتبقى بالشكل ده كده. المصباح كده مايل على الرأس بزاوية كام؟ بزاوية 60 درجة، وفي هنا قوة عمودية، قوة كده عمودية، دي قاف عمودية على الخيط، وهنا شين ده شد في الخيط، وهنا كمان فيه وزن ايه؟ وزن المصباح واو لأسفل. الزاوية دي 60، يبقى دي من حرف اليو بكام يا شباب؟ ب120 درجة، دي 120 ودي 90 يبقى 210، يبقى دي كده 150 درجة من مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة. يبقى أنا كده عندي كل الزوايا موجودة، هبدأ أطبق قاعدة لامي قاف على جا 120 بتساوي ش على جا 150 الزاوية دي بتساوي واو على جا 90. أنا عايز قاف على ش. إيه رأيكم بدل ما نقعد نحسب ونضيع وقت، خواص التناسب بتحل مشكلة كبيرة جدا 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 وبتوفر وقت كتير جدا في المسائل اللي زي دي. فأنا هقول قاف على ش مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي، يبقى جا 120 على جا 150.
هنحسبها بالآلة الحاسبة، هتطلع جذر 3، وبكده يبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. طريقة تانية ممكن احسب القاف واحسب الشين وارجع اقسمهم. المسألة رقم 23 بيقول لي أقل بعد بين محور الصادات ونقطة على الدائرة التي معادلتها س ناقص 7 الكل تربيع زائد ص ناقص 5 الكل تربيع بيساوي 16 هو. الفكرة هنا إن إحنا عندنا المركز ب7 و5 ونص القطر بيساوي 4. نص القطر بيساوي كام؟ 4. يبقى احنا كده بعد النقطة دي المركز عن محور الصادات، بعدها عن محور الصادات بيساوي الإحداث السيني، يبقى بيساوي 7 كقيمة مطلقة، وحدة طول. ونص القطر طول نصف القطر بيساوي 4. يبقى كده البعد بيساوي كام؟ بعد نقطة على الدايرة عن محور الصادات يبقى بيساوي 7 ناقص 4 بيساوي 3، وبكده يبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ألف. المسألة رقم 24 بيقول لي مركز الدائرة التي أ ب قطر فيها، حيث أ بسالب 1 و3 وب ب5 وسالب 3. طبعا هنا المركز هيبقى عبارة عن منتصف أ ب، واحنا بنجيب المنتصف ازاي؟ بنجمع السينات ونقسم على 2، يبقى سالب 1 زائد 5 على 2 و3 زائد سالب 3 على 2. هنبدأ نحسب الحسبة دي، سالب 1 و5 يبقى 4 على 2 يبقى 2، وهنا 3 وسالب 3 يبقى 0 على 2 يبقى 0. يبقى كده 2 و0 ده المركز اللي هو رقم ايه؟ ب. المسألة رقم 25 بيقول لي مخروط دائري قائم طول نصف قطر قاعدته 15 وارتفاعه 20. نص القطر 15، نجيب المخروط بتاعنا، ادي المخروط، بيقول لي نص القطر 15 والارتفاع 20، فإن مساحته الجانبية، القانون بتاع المساحة الجانبية، المساحة الجانبية بيساوي باي نق لام. الباي تنزل زي ما هي، ونص القطر ب15، اللام مش موجودة، نقدر نجيب اللام من هنا كده، ده راسم اللام بتساوي الجذر التربيعي ل15 تربيع زائد 20 تربيع، هتطلع معايا ب25. يبقى عبارة عن 15 في 25 باي اللي هي 375 باي. دي كده رقم ايه؟ رقم ألف. المسألة رقم 26 بيقول لي يا شباب هرم رباعي منتظم مساحته الجانبية 30 سنتيمتر مربع وارتفاعه الجانبي 5، فإن محيط قاعدته. المساحة الجانبية احنا عارفين كده، المساحة الجانبية بتساوي نص محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي عين شرط. نعوض، يبقى 30 بتساوي نص محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي ب5. يبقى كده هنلاقي ان محيط القاعدة بيساوي 30 في 2 على 5، 30 في 2 ب60، 60 على 5 يبقى 12. المحيط ب12، يبقى كده طول الضلع للمربع بيساوي 12 على 4 بتساوي 3 سنتيمتر. هو عايز محيط القاعدة بس، خلاص لا هو عايز محيط القاعدة يبقى 12، انما لو كان محتاج حاجة تاني كنت اجيب طول الضلع ب3 ونكمل. يبقى كده هنختار الإجابة رقم ايه؟ رقم ب.
المسألة رقم 27 بيقول لي عدد المستويات التي تمر بثلاث نقط ليست على استقامة واحدة. هنا بيقول لي ليست على استقامة واحدة، يبقى مستوى واحد، ونختار الإجابة رقم إيه؟ ألف. المسألة رقم 28 بيقول لي إذا وضع جسم وزنه واو على مستوى أملس يميل على الأفق بزاوية قياسها سيتا. هادي المستوى وادي الأفقي، الزاوية دي سيتا. الجسم هنا كده، طبعا الوزن دايما لأسفل، واو، يميل على الأفق. خلي بالكم إن هو بيميل على الأفق بزاوية سيتا، يبقى دي 90 ودي كام؟ 90 ناقص سيتا، يبقى هنا كده سيتا علشان نحلل. فهنا مركبة وزنه في اتجاه المستوى، احنا عندنا دي واو جاتا سيتا ودي واو جا سيتا، يبقى المركبة في اتجاه المستوى واو جا سيتا، اللي هو الإجابة رقم إيه؟ الإجابة رقم د. إنما لو قال في اتجاه عمودي على المستوى يبقى كنت أقول له واو إيه؟ جاتا سيتا. المسألة رقم 29 إذا كانت النسبة بين القيمة العظمى والقيمة الصغرى لمحصلة قوتين 7/3. يبقى هنا القيمة العظمى اللي هي ق1 زائد ق2 مجموع القوتين، يعني 7 كاف، وق1 ناقص ق2 بتساوي 3 كاف. فإن النسبة بين القوتين، نحسب القوتين بنجمع المعادلتين دول طبعا، يبقى 2 ق1 بتساوي 10 كاف، يبقى ق1 بتساوي 5 كاف. كده ق1 ب5 كاف، هنكمل هنا نجيب ق2 بقى، يبقى ق2 بتساوي 7 كاف ناقص 5 كاف بتساوي 2 كاف. ق1 ب5 كاف وق2 ب2 كاف، يبقى ق1 على ق2 5 كاف على 2 كاف، تبقى 5 على 2، وبكده يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم إيه؟ رقم ج. المسألة رقم 30 بيقول لي علق ثقل مقداره 200 ثقل جرام بخيطين طولهما 60 سنتيمتر و80 سنتيمتر من نقطتين على خط أفقي واحد، فإذا كان البعد بينهما 100، يبقى احنا لو اعتبرنا إن هو ده الخط الأفقي وقلنا البعد ده 100 والخيطين بتاعوتي واحد ب60 وواحد ب80 كده، ده 60 وده 80، والبعد ده 100، والجسم هنا، فطبعا الوزن الأسفل الوزن 200، هنا فيه شين واحد شد، وهنا فيه شين 2، وكان الشد في الخيط الأول شين واحد والشد في الخيط الثاني شين 2، فإن شين واحد زائد شين 2. تمام. احنا عندنا هنا يا شباب المثلث ده كده قائم من عكس نظرية ايه؟ فيثاغورس. لو سمينا دي ألف ودي ب ودي ج، يبقى المثلث ده قائم من عكس نظرية ايه؟ فيثاغورس. 160 و80 ده مثلث قائم. هبدأ أطبق قاعدة مثلث القوى العمودي، لأن أنا لو مديت دي كده هتقطع هنا يبقى عمودي. مثلث القوى العمودي ده يا شباب يعني نقول شين واحد على الضلع اللي هو عمودي عليه، يعني على 80، وشين 2 على الضلع اللي هو عمودي عليه، يعني على 60، وال200 على الضلع اللي هي عمودية عليه، يعني على 100. هو هنا عايز شين واحد زائد شين 2 بنفس المبدأ، حاجة من الاتنين، يا إما أجيب شين واحد لوحدها وشين 2 لوحدها وأرجع أجمعهم، يا إما أستخدم خواص التناسب وأقول كده شين واحد زائد شين 2 هنجمع البسط، يبقى نجمع المقام 60 و80 140 بتساوي 200 على 100 اللي هي 2 على 1، يبقى إذن شين واحد زائد شين 2 تساوي 140 في 2 يبقى 280، وبكده يبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ايه؟ د. وبكده كمان يبقى انتهى معانا الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. اتمنى ان الشرح يكون عجبكم، وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتعملوا مشاركه علشان الفيديو يوصل لاصدقائكم والكل يستفيد،
وانتظرونا في فيديوهات جديدة ومفيدة على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.